بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة ليصلك كل جديد من أهداف وتحاليل. جديد الافريقي في الميركاتو الافريقي بدأ يتحرك اوفيسيلمون لان الخطوات اصبحت رسمية، وديوان اف كان اكد اللي ثم مفاوضات مع متوسط ميدان سبق له اللعب في البطولة التونسية، كي باش نسمي الاسم برشا فيكم مش باش يعرفوه. كذلك ثم مفاوضات اولية مع مهاجم سو كونترا مع فريقه، اللي هو مهاجم كيف يعرف اجواء الافريقي ويعرف اجواء البطوله التونسيه اكيد، وكان لعب سابقا في المنتخب الوطني التونسي. اذا الافريقي بدا يتحرك الان في الميركاتو بعد بريود. الحقيقه الافريقي كان فقط جس نبض لبعض اللاعبين اكيد كيف ياسين مرياح بعد ما سقطت الصفقه في الماء. عودة المفاوضات مع المدافع المخضرم للمنتخب الوطني التونسي ومدافع الترجي الرياضي السابق والنادي الصفاقسي، مسيرة كذلك احترافية في أولمبياكوس في اليونان، وكذلك في قاسم باشا التركي. أكيد الخبرة موجودة، العمر كبير شوية 32 سنة، ولكن لو الإصابات مش باش تأثر على الملاعب هذا أكيد ينجم يعاون، ولكن بالمردود متاع الموسم الفارط في الترجي الرياضي التونسي الحقيقة مراش عنده مكان، وإن شاء الله الكورة تكذبني. حكيت برشا على ياسين مرياح في الفيديوهات السابقة. خلينا الآن نمشي لمتوسطي الميدان اللي الافريقي عندهم اهتمام بهم. الاولاني الناس الكل تعرفوه، هو كذلك متوسط الاتحاد الرياضي المونستيري السابق حسام دقا، والترجي في المواسم الفارطة مش بس الموسم الفارط. حسام دقا محل اهتمام الافريقي، خاصة بعد ما اكدنا والامور اصبحت شبه رسمية، اللي هو انتقال اللاعب معتز الزمزمي. كنا من الاوائل اللي جبنا المعلومه هذه. معتز الزمزمي اللي سيبون باش يخرج من الكلوب باش يحترف في فريق سيسكا صوفيا البلغاري. مش باش نوعدوا برشا على بلغاريا على خاطر الملاعب الثاني اللي في مفاوضات مع الافريقي كان اكدها موقع ديوان اف ام. الخبر هذا كان حصري لديوان افام الحقيقه، خذيناه من غاديكا، اللي هو منتصر التريكي. منتصر التريكي كي نحكي الاسم هذا برشا ناس ما يعرفوهوش، ولكن يعرف برشا الاجواء التونسيه واجواء البطوله التونسيه واجواء البطوله. اكيد هو ابن الترجي الرياضي التونسي، لعب كيف على مستوى اعاره لفريق مستقبل سليمان، ثم غادر الى فريق دوبلي كذلك في بلغاريا. فريقه الان في المرتبه 15 في الدوري البلغاري، يلعب من اجل تفادي النزول. الملاعبي من مواليد 2001، عمره 24 سنه، صغير في العمر، متوسط ميدان. هل يفيد الافريقي؟ اكيد عندي ثقه كبيره في فوزي البنزرتي وفي مهدي ميلاد نائب رئيس جمعيه النادي الافريقي. الملاعبي هذا قد يفيد الافريقي كذلك نظرا لصغر سنه، ويعرف البطوله الوطنيه التونسيه اساسي مش اساسي. هذيك عند المدرب، على خاطر عندك تشامبيونز ليج، عندك بطوله وعندك كاس، يعني يلزم الرصيد البشري متاعك يكون ثري، على خاطر ما تنجمش تجيبه على مستوى 3 بطولات. كذلك عندك السوبر التونسي امام الترجي اللي هو قريبا جدا ويلزم تعوض الملاعبيه اللي خرجوا. بالنسبه كيف للمهاجم، وصلنا الان للمهاجم اللي حكيت لكم عليه، ابن النادي اكيد سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري اللي يلعب في الزمالك المصري. سيف الدين عمره الان هو ابن النادي الافريقي بالطبيعه، خرج صغير برشا من الكلوب افريكان. معناها قصة نجاحه في الكلوب افريكان الحقيقة نسبية. ثم ناس تأيد اللي سيف ما خذاش فرصة كبيرة، ثم ناس تقول لا خذا فرصة ما نجحش، وثم ناس كذلك تقول اللي في الفرص اللي خذاهم برهن انه مهاجم ينجم يكون عنده كاليتي كبيرة. بالنسبة للزمالك المصري اللي ملعب بهذا منذ سنوات يلعب في الزمالك، أكيد مش من فراغ معناها يلعب في الزمالك لمدة هذه السنوات الطويلة. كيف نحب نقول لكم اللي سيف الدين الجزيري هو الهداف الأجنبي التاريخي الأول لفريق في حجم الزمالك، واحد من كبار إفريقيا وكبار الأندية العربية. المشكلة بالنسبة لي اللي عمره 33 سنة، 33 سنة، هل مازال يفيد الإفريقي لمدة سنة أو اثنين على مستوى الخبرة الإفريقية. عنده سيف الدين الجزيري ما يقول في نفسه، لعب تشامبيونز ليج مع الزمالك، لعب كيف الكونفدرالية وفاز بها مرتين، وكان ساهم كيف بأهدافه وبتمريراته الحاسمة انه الزمالك يتوج بلقبي الكونفدرالية. اكيد زاد ما نحبش نغطي عين الشمس بالغربال، احيانا سيف الدين يقدم مردود سيء في الزمالك المصري وتكون كيف ردة فعل الجمهور سيئة، ولكن ما ثماش اثنين ينجموا يختلفوا. اللي سيف الجزيري فاد كثيرا الزمالك المصري والارقام تتكلم، هو الهداف التاريخي الاجنبي الاول لفريق في قيمة الزمالك. بالنسبة لي الموضوع هذا مربوط بحكاية وحيدة،
العمر أول حاجة اللي هي 33 سنة. ثم باش تعرفوا اللي سيف الدين الجزيري راهو مازال عنده عقد معناها لمدة سنة كاملة مع الزمالك، يعني ينتهي العقد متاعه على مستوى 2027. يعني اللاعب لازم يفسخ عقده، وهو حسب المصادر الإعلامية الرياضية في تونس اللاعب يسعى لفسخ عقده بالتراضي مع فريق الزمالك المصري. وقتها ينجم يجي النادي الافريقي، خصوصا وانا في راس شواط. معناها انه يبقى ولا ما يبقاش، هذه الحقيقة ما زالت مش واضحة. عنده عرض من فريق ليبي، عرض كبير بالنسبة للاعب، نحكي صالير 2 مليارات للافريقي. حتى لو ما خرجش الشواط نتصور انا سيف الدين الجزيري على مستوى بنك الاحتياط وينجم يرتح الشواط في بعض المباريات، ينجم يكون حل جيد. عندك تشامبيونز ليج ما تنساوش اللي هو امر مهم ومهم جدا على مستوى لين المنصه والاول فروان والجمهور اللي يطالب بالانتدابات الكبيره والجمهور اللي مش عاجبه خروج بعض اللاعبين. بالنسبه لي انا الاول فروان ما نجحتش، لأن النادي الافريقي تقريبا فيه 900 مليون فقط. الهدف كان الاوبجيكتيف كان كبير جدا اللي هو 4 مليارات. كما تعرفوا الحقيقة ما وصلش الافريقي الى هذا الاوبجيكتيف. هذاك علاش بالنسبة للجمهور لا مطالبات بانتدابات كبيرة، على خاطر تعرفوا ظروف الهيئة التسييرية او الهيئة المنتخبة عفوا وفرقة شامبرز اللي معاملين عليه الناس الكل ما صبش فلوس، وراه ماهوش معناه باش يبقى اشاك فوا معناه هو يصب فلوس. هو العقد نتاعو الاستشهاري هو مجرد مستشهر في النادي الافريقي، واكثر من ذلك خاطر عاون الكلوب اكثر من الفلوس تاع الاشهار. مش باش يبقى معناه هو اشاك فوا يحط برشا فلوس معناها بدون اي داعي. لين وقفة الزنقة بالهارب هذاك هو فلوس الجمعية، ما تنجمش تجيب موارد أكثر. عامل الحقيقة بادروا في، شفنا الياغورت هذاك اللي عنده اسم جمعية، شفنا برشا مبادرات أخرى على مستوى البيوسات متاع التليفونات، شفنا برشا حكايات، ولكن ما طلبوش الحقيقة بانتدابات كبرى على خاطر الجمهور لم يساهم. الإدارة يعطيها الصحة، جابت بطولة عام ناول، الجمهور دز في الجرادان أكيد، ولكن على مستوى الدعم المالي الحقيقة ما فماش حاجة كبيرة برشا، إلا إذا حدثت بعد ذلك أمور أخرى والجمهور استفاق، ووقتها عندك الحق الطالب الانتدابات والتتويجات اللي الافريقي ينتدب حسب الميزانية اللي عنده، حسب الحوكمة المالية اللي عنده باش ما يدخلش كذلك في ديون. أكيد الافريقي لا يريد العودة إلى ذلك السيناريو المؤلم والمؤلم جدا معناه متاع الديون، الناس كل نعرفه. ذاك علاش الحقيقة هذه هي الانتدابات اللي نجم يجيبهم الكلوب أفريقيا. نجمش تدخل تنافس فرق الليبية مثلا والفرق المصرية والترجي وصن داونز، عالم لاعبية كبار برشا، والفرق المصرية بالطبيعة على خاطر ما عندكش نفس الموارد. هذوما هما الملاعبية لا اما فان كونترا، ولا ملاعبي مثلا هو يحب يفسخ، ولا ملاعبي تعرف انت قيمته بذكاء، انتدابات بذكاء كما نعم ناول. خسارة الحقيقة. ما تنساوش الولاد سبسكرايب، اكيد حاجة مهمة برشا باش ندخلوا الاوبجيكتيف نتاعنا. اللايك اكيد، حط لي كومنتير، والسلام عليكم.